اليوتيوب عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. دي اول حلقة من سلسلة ازاي يكون عندي ثقة في نفسي وابني شخصية قوية. 3 4 حلقات هتكلم بس ازاي نتعامل مع زمايلنا في الشغل، صحابنا كده. مواقف كتيرة بتحصل لنا دايما، وفي بنات صغيرين ما بيبقوش عارفين ازاي يتعاملوا مع الموقف. وانا من الناس اللي كنت سنة او من سنتين ما كنتش عارفة اتعامل مع الموقف. عشان كده اعمل ايه لو صاحبتي اتغيرت معايا او دخل حد في حياتها، واحدة اتعرفت على واحدة صاحبتها جديدة وخلاص نسيتني، تمام، او غلطت فيا، عملت موقف معايا وحش، لقحت عليا بالكلام في ستوري او حتى في الحقيقة. المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا في المواقف اللي زي دي اتصرف بحكمة، تمام، ومش معودش اعيط بقى واقول هي اتغيرت معايا ليه وانا عملت لها ايه والكلام ده كله. اول حاجة لو مثلا احنا بنتكلم على الواتس، اتجاهلها تماما سواء على الحياة الحقيقية او على الواتس. يعني مثلا هي بعتت لي رسالة بعد فترة طويلة، اقعد يومين 3 اسبوع، بعد كده ارد عليها. مثلا بعتت لي عامله ايه، بعد انا من 3 اسبوع الحمد لله من غير ايموجي، تمام. والله يا جماعه ده بتفرق عن تجربه، تمام. فهي مره في التانية هتبدا تحس انه يعني ما بتكلمنيش ليه زي الاول، إيه عشان انتوا كنتوا صحاب قوي، فاللي هو ايه اللي حصل فجأة. هي هتحس كده. جت هي قالت لك انتي متغيرة عليا وعايزة تصلح الموضوع بينكم وكده، كده ابدأ اديها ايه، ابدأ اديها فرصة. لو معطتش اهتمام خلاص انا امسحها من حياتي. واحده صاحبتي كنا صحاب جدا وكانت بتحبني وانا بحبها وبنيجي لبعض وبنخرج مع بعض والدنيا جميله، نسيتني وشافت واحده صاحبتها تانية غيري. والمهم ان يعني اتغيرت معايا او غلطت فيا او كده. هي مادام انا هنت عليها يبقى انا ازاي المفروض ازعل عليها، وازاي المفروض ان انا اخليها في حياتي؟ او لو هي ما عطتش زي ما قلت لكم اهتمام للموضوع وان هي تصلح علاقتنا ببعض وكده، يبقى المفروض ان انا امسحها من حياتي، تمام. ممكن اعملها بلوك، ممكن اخلي رقمها عندي واخليها تشوف ستورياتي ان انا صاحبت بنات جديدة احسن منها، وان انا مش محتاجاها في حاجة، عشان تفهم ان انا مش محتاجاها وان انا مش هموت من غيرها. لو اتغيرت معايا وزي ما قلت لكم جات وحاولت تصلح بينا، خلاص هديها فرصة تانية واقول لها انت عملتي كذا 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 وانا زعلانة منك في النقطة دي وكده يعني. طيب اتصالحتوا خلاص الدنيا تمام. واحدة صاحبتي، تمام، قعدت تلقح عليا في ستوري او قعدت تلقح عليا قدام مثلا مجموعة من صحابنا واقفين وهي عمالة تلقح عليا بالكلام، هو عمالة تعمل معايا مواقف وحشة او غلطت فيا وانا مرضتش عليها في ساعتها. في الموقف كنت مصدومة او مستغربة اللي عملته. المهم، هل المفروض ان انا كده حقي ضاع وان انا مش عارفة ارد لها الاهانة اللي هي اهنتاني؟ لا طبعا، الوقت ما راحش وانا لسه قدامي ان انا ارد لها الاهانة اللي هي قالتها لي. المفروض في اي قعدة، تمام، عشان ترد لها الاهانة تجاهليها تماما. انتوا قاعدين في نفس المكان تجاهليها تماما، ولا كأنك تعرفيها ولا تسلمي عليها حتى، ولا كأنك شايفاها. التجاهل يا جماعة بس مش بس مع صاحبتك، مع اي حد الموضوع ده بيضايقه جدا، تجاهليها تماما. طيب اتحطيتوا في موقف ان انتوا خلاص هتتكلموا او خلاص بقيتوا كلكم مجموعة صحاب وقعدتوا مع بعض وهي موجودة. طيب انا كنت صاحبتها وقدرت تقول الكلام ده عليا وقدرت ان هي تلقح عليا بالكلام او كده، هل المفروض ان انا ازعل والمفروض ان انا اقول لا ما ينفعش اقول لها الكلام ده؟ لا، المفروض ان انا ارد لها الاهانه. عارفين ليه؟ لانه والله يا جماعه يسالون انا كان عندي بنات صحابي كذا مره سكت لهم مره واتنين وتلاته وبيعملوا معايا مواقف سخيفه كتير. فلما سكت لها تمادوا. عشان كده بقول لكم اوعوا تسكتوا على حقكم وردوا في ساعتها. لو ما عرفتوش تردوا في ساعتها، المفروض ان انتوا بتردوا بعدين وتلقحوا كلام كتير وكلام زي ما بيقولوا السم في العسل عشان تضايقيها وترد لها الاهانه اللي هي قالتها لك. اديلكم موقفين مثال. موقف لو انتي اتحطيتي في الموقف نفسه وهتردي عليها خلاص، المفروض تردي عليها ازاي؟ هقول لكم انا مثال. لو هي قالت لك حاجه وانتي ما عرفتيش تردي في ساعتها، ازاي تردي بعدين؟ مثلا انتي عارفه ان هي عملت معاكي كذا موقف وكده، وهي او مثلا بتغير منك او كده، فهي مثلا هتقولك ايه ده شكلك حلو النهارده، فانت المفروض تردي عليها تقولي لها ايه، حبيبتي شكرا بس انا شكلي حلو على طول، وابتسمي لها كده. عشان برضو ايه، ما هو الكلام التقيل يا جماعه لازم يبقى بعديه ابتسامه، عشان اللي هو ايه، انا بهزر بس في نفس الوقت انت عارفه ان انا مش بهزر. صاحبتك دي بقى زي ما قلت لكم موقف تاني انت معرفتيش تردي عليها فيه وشوفتيها تاني، وصاحبتكم دي مش بتيجي كتير. هنفترض ان صاحبتكم دي اسمها مريم، فتقولي لها ايه ده يا مريم، هو محدش بيشوفك كتير ليه؟ وانتي مش بتيجي تقعدي معانا إلا لما بتكوني زهقانه ولا ايه؟
كل لما تشوفيها تديها على طول كلام لاي بنت عملت معاكي موقف زي ده وحبت تعمل نمر عليكي في وسط صحابك او كلام وحش من تحت لتحت، كلام غير مباشر وكده. فانت المفروض ان انت كل لما تشوفيها برضو تعملي معاها نفس اللي عملته معاكي بالظبط، ان انت كل لما تشوفيها اي موقف تكلمي فيه وتديها كلمه من تحت لتحت، هي تستغلي الفرصه دي. مثلا لو هي كانت واحده صاحبتك وكانت عزيزه عليكي قوي وكنت علاقتكم ببعض كويسه، ففي وسط ما انتوا قاعدين كده او حتى لو قاعدين لوحدكم قولوا لها مثلا ايه، والله الصحاب ما بقتش سالكه لبعض يا مريم، مثلا لو هي اسمها مريم، هي هتفهم انه انت قصدك عليا، لان انت كل ما تشوفيني تلقحي عليا بالكلام، فهي طبيعي لان هي بتعمل معاكي كده برضو هتفهم ان الكلام ليها. مثلا زي ما قلتلك انت، هي قالت لك حاجه ومعرفتيش تردي في ساعتها، اول ما تشوفيها مثلا لو هي محجبه قولي لها ايه يا مريم الطرحه دي موحشاكي، تقول لك مثلا ايه ده بجد، فقولي لها هو انت بتعرفيش تختاري ولا ايه، وابتسمي لها كده ابتسامه اللي هو من تحت لتحت، بس في نفس الوقت انت فاهمه انا قصدي ايه، وانت فاهمه ان انا يعني بقول لك الكلام ده عشان ارد لك اللي انت قلتيه لي قبل كده. عطيتكم اهو امثله كتيره، انتوا اتعلموا بقى اهو، عطيتكم كذا موقف ازاي كلمه قالتها او موقف عملته ازاي انتوا تستغلوه لصالحكم وتعرفوا ان انتوا تقولوا لها كلمه بيه كده تضايقها. بس كده ده كان فيديو النهارده، بتمنى تكونوا استفدتوا وبتمنى تكونوا اتعلمتوا ازاي تردوا على البنات دول، وربنا يرزقنا الصحبه الصالحه. واكيد انا بقول الكلام ده مع بنت كذا مره تضايقكم وكذا مره تقول لكم كلام وحش، فانتوا المفروض انتوا ما تسكتولهاش وتردوا عليها عشان تعرف انه فلانة روضة دي خط احمر، وما ينفعش ان هي تيجي عليا بالكلام او تلقح عليا، لان هي لو لقحت عليا او قالت لي كلمه هقول لها 10. واكيد السلسله دي باذن الله هتعجبكم، لان انا محضره لكم فيديوهات ومواضيع كتيره هنتكلم فيها في السلسله دي. وبس كده، باي باي.